السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي مذاقات مغربيه. جبت لكم اليوم اقتراحات ديال الكوتي اللي كيجيو اكثر من رائعين. واحد الكيكه كتجي رائعه بواحد الطبقه معلقه بحال اللي كتاكلوا النوكا والبغرير. بطبيعه الحال الناس اللي ما كيصدقش معاهم البغرير، بهذه الطريقه اللي غادي نعطيكم ديال البغرير راه كيجي ناجح 100%. تبعوا الفيديو الى الاخير وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم الجديد وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. نبداو على بركه الله. عندي هنايا جوج ديال البيضات بحجم متوسط. نتوما الا كانوا عندكم صغار ديروا 3 ديال البيضات. درت معاهم كاس ديال السكر حبيبات، ما تكثروش السكر للناس اللي ما كيبغيوش الحلاوه بزاف، ديروا غير كاس ما عامرش ديال السكر. عندي غنزيد معاهم واحد شاصي ديال الفاني، يمكن لكم تضيفوا حتى الفاني السائله. غادي نطربهم مزيان، غير الطراب اليدوي، انا كان عندي هذاك الشيء باش خدمت به، غير الطراب اليدوي حتى كيندمج لكم داك البيض مع السكر. عاد كتضيفوا الزيت درت كاس مع مرش ديال الزيت، وزدت عليهم كاس ديال الماء، يمكن لكم تعوضوه بكاس ديال الحليب اولا ياغورت ديال الفاني. انا تعمدت ان نديرها لكم بالماء باش كتبقى اقتصاديه 100%. صافي دمجت المكونات كاملين حتى تندمج ليا الماء مع الزيت مع البيض. عاد كنزيد الدقيق ضروري. علاش كنديروا هذه العمليه ديال انني كندمجو مزيان؟ باش الكيكه ديالكم كتجي منفوخه وكتجي طالعه. درت 2 كيسان ديال الدقيق في الاول، وزدت عليهم واحد 2 خمارات من وزن 8 غرام، بالمجموع 16 غرام. كنحرك غير بشويه في هذه المرحله على حسب داك الدقيق داك البيض عفوا، باش ما كيهبط لكمش. ديما الدقيق كنحركوه غير بشويه، ماشي بحال البيض في الاول كنحركوه بالزربه باش كيطلع لينا وكيعطينا الكيكه ديالنا كتجي انها مشفشه ومنفوخه. تقريبا هزت ليا 2 كيسان ونصف الكاس زدتو في الاخير، بانت ليا مازال ما عقداش. باش تعرفوا ان الدقيق ديالكم واش خصكم تزيدوه او لا، كتكتبوا داك الرقم ديال 8. الا هبط لكم بالزربه عرفوه راه ما خاصكم تزيدوا الدقيق. اما الا ترسم لكم وبقى لكم الفوق عرفوه صافي هذاك هو الدقيق اللي خاصكم تزيدوه. كتحبسوا انكم ما تزيدوش دقيق مره اخرى. صافي كديروه في واحد المول اللي فرشت ليه انا ورق ديال الطبخ، كدهنوه بالزبده وكترشوه بالدقيق، كتدخلوها للفران اللي يكون بارد. انا بالنسبه لي الفران ديالي كندخل فيه الكيكه وهو بارد باش كتطلع لي الكيكه وكتجي زوينه. كتشعلوا عليها غير من الاسفل على عافيه اللي هي مهيله حتى كتشوفوا الجوانب بانهم تحمروا. عاد كتشعلوا عليها من الفوق غير 5 ديال الدقائق وصافي كتخرجوها. هنا غادي نديرو داك لاصوص اللي غادي نديرو من الفوق، كتجي بحال النوكا تماما، كتجي معلكه وفيها واحد المذاق اللي زوين بزاف. درت 2 ديال المعالق ديال السكر حبيبات وجوج ديال المعالق ديال العسل، ودرت هنا 2 ديال المعالق ديال الكريمه ديال اولا. يمكن لكم تعوضوها بجوج ديال المعالق ديال دانون مسوس. الحليب لا، ما يمكن لكمش تعوضوها بالحليب. دانون مسوس اولا الكريمه. دانون مسوس ثمنه تقريبا بحال الثمن ديال اولا. كنفضل انكم تشريو هاد اولا من الاحسن. هنا راه كانت عندي في المجمد داكشي باش كتشوفوها هكا عاقده بزاف. كنديرها معاها اللوز. هنا تقريبا 10 دراهم ديال اللوز افيلي اللي خدمتها في هاد الكيكه كامله وكفاتني، وصلت ليا لجميع الجوانب. كنديرها فوق النار حتى كتشوفوا داك اللوز افيلي انه بدا كيذهب. صافي كتحيدوها من فوق النار، ما تحيدوش يديكم عليها بالتحريك باش داك اللوز ما كيتحرق لكمش وداك الكريمه ما كتحرق لكمش. صافي هنايا من بعد ما خرجت الكيكه كيف ما شفتوا راني خليتها ما تحمرتش مزيان 100% من الفوق. خرجتها درت عليها ديك الكريمه اللي درنا، وكندخلها واحد 2 ديال الدقائق مره اخرى للفرن ونشعل عليها غير من الفوق. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالها. شوفوا كيفاش كتجي، راه كتجي اكثر من رائعه. هذه المرحله الاخيره ما تغفلوش عليها، بقاو حاضين معها باش ما كتحرق لكمش، حيت راه كنعرفوا الكراميل اللي درنا راه دغيا كيتحمر. شعلوا عليها غير 2 ديال الدقائق من الفوق وكتحيدوها صافي راه كتكون واجده. بالنسبه للبغرير هذا كيف ما قلت لكم، واخا تكوني معمركي ما استقلك البغرير بهاد المكونات اللي غادي نعطيك غادي يصدق معاك 100%، وما فيهش تماره بزاف. عندي 2 كيسان ديال السميده الرقيقه، وعندي نصف كاس ديال الدقيق الابيض. غادي نزيد معاه معلقه صغيره ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال السكر حبيبات. يمكن لكم تعوضوه بالعسل اولا ديروا السكر اللي كان متوفر عندكم. وغادي نضيف معاهم 3 ديال الكيسان ديال الماء اللي يكون دافي. انتبهوا في هذه المرحله ما ديروش الماء اللي يكون سخون بزاف او اللي يكون غير غادي السخونيه شي شويه، ضروري يكون دافي ما يكونش سخون بزاف باش ما كيضيع لكمش داك البغرير ديالكم وما كيطلعش معكم. ضروري ما تنتبهوا لهذه القضيه هذه. كنطحن مزيان، يمكن لكم ديروه في الخلاط الكهربائي، انا درت
هنا غير في البغا ميكسور باش كنخلط مزيان، خلطو مزيان ضروري حتى كتشوفوا دوك الفقاعات كيف ما كتشوفوا هنايا بداو كيتشكلوا ليا دوك الفقاعات الفوق. عاد كنزيدو خميره الحلويات، درت 2 ديال الاكياس ديال خميره الحلويات. كنعاود كنخلط. ديما فاش ديروا الخميره الحلويات ما تخلطوش بزاف بحال الاول عطيوه التخلاط مزيان حتى كتشوفوا دوك الفقاعات كما قلت لكم. عاد كتزيدوا 2 ديال الخمارات، كنخلطوا غير واحد التخليطه اللي هي خفيفه، وكنحبسوا كنغطيو عليهم غير مده ديال 5 ديال الدقائق على ما جمعتوا ديك الروينه ديالو هذا وصافي كترجعوا. ما كتخليوش يختمر طبعا بزاف، حيت الا اختمر لكم بزاف راه ما كيجيكمش زوين وما كيتقبلكمش كيف ما كتشوفوا بحال هكا. هنا من بعد ما دازت 5 ديال الدقائق كندير المقله ديالي فوق النار حتى كتسخن مزيان. عاد كنبقى كنطيب، ما كديروش عليها عافيه اللي هي بارده باش داك البغير ديالكم ما كيتعجنش. وانتم كيف ما كتشوفوا راه كيجي كله مطبق وكيجي زوين. كديروا المغرفه ما تكونش عامره بزاف، وكتبقاو كتميلوا هكا المقله ديالكم للجنيبات باش كيوصل داك الجناب كيوصل كامل داك البغير، وكتجينا مقاده الشكل ديالها. راه ما كياخذش وقت اللي هو طويل في الطياب، راه دغيا دغيا ما تغفلوش عليه، بقاو حداه راه دغيا. والعافيه كتكون متوسطه، ما كتكونش مجهده بزاف وما كتكونش مهيله. ضروري ديروا العافيه اللي هي متوسطه وكتطيبوا. وكديروا واحد المنديل حداكم نتوما كطيبوا، كتحطوه في داك المنديل، ما تحطوش على الطبسيل باش ما كيعرق لكمش من التحت وكيتخسر لكم كيجيكم معجن. صافي من بعد ما كملت الكميه ديالتي كامله كيف ما قلت لكم انا كنطيب وكنحط في داك المنديل. الكميه اللي عطاتني راه تقريبا عطاتني 30 حبه في هذه الكميه اللي عطيتكم، راه كيعطي كميه وفيره. الناس اللي كيبغيو يديروه في المجمد يديروه، وملي يبغيو يطيبوه يجبدوه واحد المده ديال نصف ساعه وكيديروا وحده فوق وحده وكيديروه في المقله اللي تكون سخونه مزيان على عافيه اللي هي مهيله. راه تيسخن وكيبقى بحال يلاه طيبتي. كانوا هادو هما الاطباق ديال اليوم، كنتمنى يعجبوكم. ولا بغيتوني نعطيكم المزيد من هاد الوصفات ديال الكوتي خليهم ليا في التعليق، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. وكنتمنى نكون شرحت لكم جميع المراحل بكل سهوله. انا غادي نقطع معكم الكيكه، شوفوا كيفاش كتجي، كتجي هشيشه وكتجي صراحه مذاق ديالها زوين. غير جربوها وخليو ليا في التعليق كيفاش جاتكم. واللي اول مره غادي تشوف الفيديوهات ديالي كنتمنى تبارطاجي الفيديو وتضغطي على زر الاشتراك باش يوصلك ديما الجديد. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.